أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتحدث اليوم عن مرتبة من مراتب ثمرات الصيام. هذه المرتبة سماها الله عز وجل بمرتبة الإحسان بعد الإيمان. فمن بين الثمرات التي يجنيها العبد المؤمن من صيامه، من أداء فريضة الصيام، من تحقيق ركن ثالث من أركان الإسلام، هذا الخلق الرفيع وهذه الصفة العظيمة، صفة الإحسان. وحينما سئل الأمين جبريل عن الإحسان أجاب بعبارة جامعة وجيزة سهلة الألفاظ غزيرة المعاني والأحكام. قال: أن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال أهل العلم في معنى هذه العبارة أن تحقق أمرين أساسيين هما المكونان للإحسان. أولا، خلق المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد المولى عز وجل عن طريق هذا الإحسان. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، أن تستحضر خلق المراقبة. الله عز وجل يراقبك. فكم علق الله تبارك وتعالى من الخيرات ومن الثمرات على خلق الإحسان، فأخبرنا بأن الجنة أعدها للمحسنين.
وأخبرنا بأن النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة بعد دخول الجنة أعده الله تبارك وتعالى لأهل الإحسان، كما ذكر أيضا بأن معية الله تكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الأخبار أيها الإخوة الصائمون غير الدرس نمشطح في الإحسان، والإحسان زيو الثمرة نظير في النتيجة إقلاع أديع الغرس العبد سوسوما جالس أبد ربي سبحانه عز وجل. هذا الإحسان اليوم الإنسان المرتبة يجب ما إلى نظام حق الصيام يمتثل لأحكام القرآن حق الامتثال، ما يتراجع العبد الذي لاقي ربي سبحانه عز وجل يزيد خلقا بعد الممات. من بين الثمرات الذي يجمع الذي يمكن العبد السلام رمضان الإحسان. والإحسان قسمت العلم إلى قسمين: الإحسان إلى الله والإحسان إلى خلق الله. الإحسان قسمت العلم السن الأقسام السن الصناف. القسم الأول أن تحسن إلى المولى تبارك وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الإحسان الأول أتحسن رب العالمين كيف يخلقها. الإحسان إلى الله تبارك وتعالى بفعل الأوامر وباجتناب النواهي. وأنت تصوم رمضان وأنت تؤدي الركن الثالث من أركان الإسلام، لا بد أن تحقق الإحسان في حياتك العملية. ما إلى الإنسان تصوم إذا قد يحقق الإحسان للحياة العملية هذا يحقق المرتبة الزوال. الإحسان إلى رب العالمين سنقول المرتبة في باب المعاملات ديالك عبد الخلق ربي عز وجل. الإحسان الزوال والإحسان مع الله. ربنا جل وعلا خاطب داود عليه السلام الذي أتاه الله عز وجل الملك والحكم والنبوءة، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. ربي عز وجل يخطب سيدنا داود عليه السلام. كيف ذكروا داود؟ أشار يسمي بالنا أدياس سيدنا داود عليه السلام إلا كان يرتل الزبور: لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود. ولكن أنا أحسب لي سيدنا داود عليه السلام إليه يستطيع عز وجل المال، يستطيع عز وجل يحكم الرياح، يستطيع عز وجل الحكمة أن يؤزل الحديد السلعة كتاب شريطه مبلغ عجيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الحديد العبيد في معنى يلعب بالعجيب. هكذا واش قالوا يا داود، ربي عز وجل خاطب داود: يا داود نبئ عبادي بإحساني إليهم. يا داود فكر العباد نتاعي كيفاش راني أحسنت إليهم، عافيتهم من الأمراض، أعطيت لهم الإقدار، الحياة بيناتهم، الشفقة، الرحمة بين العباد. يا داود نبئ عبادي بإحساني إليهم فإنهم يحبون من أحسن إليهم. الفطرة ربنا يخلقها العباد اللي يصبح الخيرات تحملها، العباد اللي يفكر الحاجة تحملها، العباد اللي يسقط
qui doit porter à travers الشرار الكراهية تشكل السحابة يقطع فيه. إذا ربي الناس داود سلكت العباد ديالو أم كاين حسنا أم كاين غرصة كيزني فكر العقل أم كاين تهذيب الدين أم كيزني فكر المال أم كيزني الصلاة أم كيزني الرزق أم كيزني الأمنة فإنهم يحبون من أحسن إليه. العبد يحب يحمل ويستخدم الإحسان. إذا أول حاجة أن يعترف العبد المؤمن بإحسان الله تبارك وتعالى، وهذا ما يتجلى في قول سيدنا موسى عليه السلام حينما قال لله تكلم مع الله فقال له كيف أشكرك يا رب العالمين؟ قال إن صليت فمن قبلي وإن صمت فمن قبلي وإن أمرت بالمعروف فمن قبلي فكيف أشكرك يا رب العالمين؟ فقال له الله عز وجل الآن يا موسى قد شكرتني. سيدنا موسى عليه السلام من يقرأ مرتبة الإحسان إلى سيد رب العالمين يا رب يعطيني مصدر صلاة إكتشينيا ابتغاء وجهك ما تصوصونا تصوصونا إكتشينيا أنكرك الشكرا إلى سيد رب العالمين سورة يا موسى ما يدرك باكتراث اعترفا كاين النعم ثم أقلت الشكر لي. إذ هذا أول حاجة وما بكم من نعم فمن الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. هنايا العارفين بالله والعارفون بالله قالوا هذه مرتبة تسمى بمرتبة المشاهدة. كل ما تروح تخدم حاجة تشوف ربي سبحانه عز وجل قدامك، تعرض عليك أمور تشوف ربي سبحانه لا ربي ما يبغيش ما يجي الإنسان يسعى لإحسان رزق ربي أسيتعرض للحرام أسير ذلك إني أخاف الله أسير من المزايا أسير وكيف تشيل الحقيقة أنا غادي تعدينا في يوم أسير همة آلاء وقال ربي إني أخاف الله رب العالمين. هذه مقام المشاهدة والحاجة تروح ديرها تشوف ربي سبحانه عز وجل يشوف فيه. بغيت تسرق ربي راه يشوف فيك تشوف مقام المشاهدة. راك تصلي أدي الصلاة نتاعك والعبادة نتاعك على التمام لأنك ترى الله تبارك وتعالى. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه. وقصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كان يطوف بالليل فسمع جارية امرأة وابنتها تريد أن تخلط الماء باللبن، سمعها تقول أخلطي وامزجي الماء باللبن، فأجابت البنت إن الله عز وجل يرانا. ثم تزوجها عمر بن الخطاب لأحد أبنائه فقيل أنها أنجبت عمر بن عبد العزيز السلالة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سميحه إسلام يوزك على هذا يسأل ربي ولي ربي ذاتك يعطيك سيدنا عمر يزوجي ستدي إنجاب عمر بن عبد العزيز. مقام المشاهدة تعبد الله كأنك تراه. ثم فإن لم تكن تراه إذا كان ما قدرتش تشوف ربي قدامك فإنه يراك. إذا كان ما قدرتش تشوف ربي تستحضر وراك تشوف فيه فإن الله عز وجل يراك. تستحضر الخلق الثاني الذي يسمى خلق المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه يسمى مرتبة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهو مرتبة المراقبة. أن تستحضر رقابة المولى تبارك وتعالى فيك. تسند مزن الله أتصوري ربي الزكاة تسال وضر أتحصل يوزن الحاجة أتحصل الله تبارك وتعالى يتسواليكي. إذا الله عز وجل يراك. على جبل قال أحد الصالحين
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. لا تحسبن الله يغفل ساعة ولا عما يفعله أو يعمله العباد يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. لا تحسبن الله يغفل ساعة ولا عن علمه شيء مما يفعله العباد يغيب. ماذا المهزع ذي النفس أدنوي القلوب النار الصدر النار والناس تشغل الهواء ربي عز وجل اسم يسير. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون في قلبك من خطرات، من هواجس، من تمنيات، من شرارات الخير وبواعث الصلاح، أو من شرارات الحقد والكراهية، الله عز وجل يعلمها. أين ديفرنت بولي كانت نور أمد الخير أمد الشر أمد الدعاء الصالح أمد الدعاء الفساد، الله عز وجل ونسيه أكيد حسب الله. إذا كي نحقق أيها الإخوة مرتبة الإحسان لابد أن نستحضر الله تبارك وتعالى في أعمالنا، في معاملاتنا مع الناس، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أختم بقول أحد الصالحين حينما سئل عن التواضع. حنا المجتمع تاعنا سيدنا رمضان لنا الصبور، واش لازم نخلصوا من الدروس العبر نصلحوا نفوسنا. أحد الصالحين سأل صالحا عبدا صالحا آخر عن معنى التواضع، مرتبة في مراتب الإحسان التواضع. استفسر ما معنى التواضع؟ قال أن تعرف لغيرك حقه عليك وأنت خارج من بيتك. مع التواضع أن تعرف لغيرك وأنت خارج حقه وأنت خارج من بيتك. خلاص، واش هو التواضع؟ الدين، الإسلام، الخير، الإيمان. كي تجي تخرج من دارك تعرف باللي الجار تاعك اللي تعيش معه مسلم غير مسلم إلى غير ذلك عنده حقوق عليك. طريق عنده عليك حق، الجار عنده عليك حق، الخدمة تاعك عليها حق، البلاد تاعك عنده عليك حق إلى غير ذلك. المعاني هذه ما يبغى العبد لا يفضل الخامس إزراء بالليل كان حاجة إيمان الحياة ساعة لك الحق ذي ناس يظلمون أحقايا الإخبار بالصيام النار والعفو بذنوب النار الإفراط بإفتاء خطايا النار الشرور بعز وجل الأمراض النار الأخبار بالموت النار الإصدار بالصحة والعافية جميع أبناء الأمة الإسلامية. إنه نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله